رشدي أباظة قال لها مش انتي الست اللي تملى عيني، وقالت إن الرقص الشرقي دمر حياتي الأسرية. عمها كان جاي يقتلها بالسكينة لما عرف إنها اشتغلت رقاصة. عواطف محمد عجمي، واحدة من أهم فنانات الرقص الشرقي في مصر والوطن العربي، قدرت تعمل اسم من ذهب، مزجت بين الرقص والدلع في كل العروض اللي قدمتها، واتجهت للتمثيل وقدمت كمان أعمال كتير بين أفلام ومسلسلات، واتجوزت كمان 15 مرة. عرفتوا هي مين؟ هي أسطورة الرقص الشرقي الفنانة نجوى فؤاد. اتولدت نجوى فؤاد في 17 يناير 1939 في حي الجمرك في الإسكندرية، من أب مصري وأم فلسطينية، واتوفت والدتها وهي عندها سنة. ربتها مرات باباها اللي اعتبرتها بنتها، لكن والدها سابهم وعاش مع مراته التالتة، وكان كمان بيشتغل مهندس كهربائي. عاشت نجوى فؤاد أيام صعبة في بيت أهلها، وكان أصعب موقف اتعرضت له إن والدها كان عايزها تتجوز من ابن عمها اللي كان أكبر منها ب15 سنة. وقتها هي كان عندها 14 سنة ورفضت إنها تتجوزه. سابت البيت وقتها وهربت على القاهرة، وبدأت تشتغل رقاصة في الصالات. لما عمها عرف الكلام ده كان جاي القاهرة عشان يقتلها بالسكينة، بس معرفش يوصلها لغاية ما جات لها الفرصة الذهبية اللي قدرت من خلالها تدخل عالم التمثيل من أوسع أبوابه، وكان في فيلم ملاك وشيطان، وكان وش السعد عليها لأنها بعد كده أسست شركة إنتاج وأنتجت كمان أفلام كتير واعتزلت الرقص، وكان الكلام ده سنة 1997. أما بقى بالنسبة لحياتها الشخصية، حياة نجوى فؤاد الشخصية غريبة شوية، لأنها كانت في معظم زيجاتها بتحط شرط تعجيزي، وهو إن العصمة تكون في إيديها. ومش بس كده، دي كمان اتجوزت 15 مرة، وبتقول لو بإيدي كنت اتجوزت ال20 كمان. وطبعا من أشهر جوازاتها جوازها من الفنان أحمد رمزي اللي اتجوزته، وده بعد انفصاله عن مراته الأولى، وكان عندها شغل في أمريكا، فقالت له أروح أخلص شغلي وارجع نعمل الفرح. رجعت بقى من أمريكا، لقيته رجع لمراته الأولى، ويا دوب اتجوزته 17 يوم وبس. أحمد رمزي كان صرح قبل كده إن اتجوزها بس عشان يحافظ على سمعتها، لأن جوزها الأولاني أحمد فؤاد حسن حصل خلاف بينهم هو وأحمد رمزي، وده بسببها، وكمان كان هيعمل لها فضيحة كبيرة في الجرايد بعد ما انفصل عنها. أحمد فؤاد حسن اتجوزته بقى عشان يحميها ويساعدها إنها تشتغل في السينما، بالرغم من فرق السن اللي بينهم واللي كان 25 سنة. كمان كان بيقف قدام أهلها ولو أي حد فكر يأذيها. اتجوزت كمان من المطرب الراحل عماد عبد الحليم عم الفنانة أنغام، واللي اتجوزها عشان كان طمعان فيها وفي شهرتها، كمان عشان طلبت إن العصمة تكون في إيديها، ولما اكتشفت إنه مدمن على الهيروين طلقته. لكن الحب الحقيقي في حياة نجوى فؤاد كان زوجها رجل الأعمال اللبناني سامي الزغبي، وده كان مدير فندق شهير عاشت معاه 8 سنين، واتطلقت منه لما خانها مع طليقة عمر خورشيد، وكان اسمها أمينة السبكي، وده عمل لها عقدة في حياتها لأنه أكتر إنسان حبته. بس اللي فلت بقى من إيديها بالرغم من إنها كانت معجبة بيه وهو كان فنان واضح وصريح، رشدي أباظة قال لها في وشها كده مش انتي الست اللي تملى عيني، عشان بس ما تعشمش نفسها في حب وجواز. وقالت نجوى فؤاد في تصريحات ليها في كل وسائل الإعلام إن الرقص ده دمر حياتها الأسرية، وإنها رفضت إنها تخلف عشان ما تبوظش جسمها، بس لما كبرت احتاجت لونس ليها واتبنت بنت يتيمة وسمتها نادية. دخلتها كلية الحقوق وخلتها تلبس الحجاب، وجوزتها، ودلوقتي كمان معاها 3 أولاد، وهي اللي بتراعيها في مرضها دلوقتي. كانت دايما بتقول إنها مش بتخاف من الموت، لكن بتخاف من المرض، لأن محدش بيستحمل حد دلوقتي، وهي دلوقتي بتمر بأزمة صحية لتعرضها للانزلاق الغضروفي، عشان كده بقى صعب إنها تتحرك وطول الوقت نايمة على السرير. وقالت كمان في فيديو عرضته الإعلامية سهير جودة إنها بتتعذب وملهاش معاش ومحدش بيسأل عنها، لا الفنانين ولا النقيب أشرف زكي، وإنها كمان بتاخد من النقابة 600 جنيه وبس، وهي تعبانة جدا، وبتاخد كمان جلسات علاج طبيعي. نتمنى لها الشفاء العاجل ونقول لها ألف سلامة عليكي يا أسطورة الرقص الشرقي.